ولذلك لا ينبغي مطلقا أن يدخل طلاب العلم بين أهل العلم الكبار في أمثال هذه الأمور التي وقع فيها الخلاف، وهي مسائل من مسائل الأحكام، وليست من قواعد العقيدة ولا من أصول الديانة، وإنما هي من الأمور الفروعية التي تختلف فيها أنظار أهل العلم. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا بينهم: هل رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ليلة المعراج بعيني رأسه أو لا؟ وهذه مسألة من مسائل الاعتقاد. واختلف الأصحاب رحمة الله عليهم ورضوانه لا اختلافا موسعا في هل يسمعوا الأموات في قبورهم أو لا يسمعون، وهذه مسألة من مسائل الغيب تتعلق في المنتهى بالاعتقاد. فكان ماذا؟ الصحابة هم الصحابة وجمعهم جميع، وأمرهم على أعدائهم حديد، وهم متمسكون بدين الله رب العالمين ومجاهدون دونه ومكافحون عنه بالنفس والمال والنفيس والرخيص رضوان الله عليهم أجمعين. أما أن تنصب الرايات في ساحات الخلافات للولاء والبراء على أمثال هذه الفروعيات فهذا ليس من دين الله. وقد وسع العلماء قبل أن يختلفوا في أمثال هذه الأمور مع المحبة والود والنصح والإشفاق ولا شيء. إذا مر بك مثل هذا فحرر المسألة واجتهد في الوصول إلى الحق الحقيقي، ولا تبالي من خالف، مع المحبة والصدق والنصح وإمساك اللسان عن الإطلاق في أعراض أهل العلم، فهو أمر كبير لا يحبه الله رب العالمين بل يبغضه، وهو من معاول الهدم في صرح الإسلام العظيم. عندما تطلق الألسنة في أعراض أهل العلم، وعندما تخف أقدارهم في أنظار العامة لإطلاق ألسنة الطلاب في أعراض أهل العلم والعلماء، فإن العامة يستخفون بأهل العلم بعد ولا يحررون المسائل، وهذا من الجرائم الشنيعة، وهذا من الخروقات الكبيرة في دين الله تبارك وتعالى، ومن أعظم المعاول الهادمة لصرح الإسلام العظيم. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنلزم حدنا. وهؤلاء الكبار مع ما وصلوا إليه رحمة الله عليهم، كان الواحد منهم كالشيخ ناصر رحمة الله عليه يقول إذا مدح في وجهه باكيا: ما أنا إلا طويلب علم، فمن نكون نحن؟ يعني إذا كان هو وقد أجرى الله على يديه من الخير ما أجرى، يقول في أخريات أيام: إنما أنا طويلب علم، يأتي بها تصغيرا للتحقير والتقليل، إنما أنا طويلب علم، ويبكي عند مدحه في وجه. فكيف بنا نحن؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء.